بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. هنعمل الكاندي الجيلي اللي كل الأطفال بيعشقوه. مقاديرنا بسيطة جدا وسهل للدرجة لا تتخيلوها. عندنا هنا جيلي بكذا نكهة، النكهات اللي انتوا بتحبوها. والحاجة الأساسية معانا هو الجيلاتين. الجيلاتين هو اللي هيحول الجيلي لكاندي جيلي. أنا حصل معايا هنا في البداية مشكلة، لإن أنا متعودة إن أنا باستخدم جيلاتين غير النوع ده، بس النوع ده وأنا باجيبه من العطار قال لي غير اللي أنتِ بتستخدميه وهو مكتوب عليه جيلاتين خام، فقال لي استخدمي نُص الكمية، فده علشان كده أول كيس حصل معايا فيه مشكلة. أنا حطيت معلقة واحدة لإن هو قال لي خام، ولكن الصح إن أنا المفروض إن أنا أحط معلقة ونُص. باحط عليهم ربع كوباية مَيّة، ربع كوباية بس، مَيّة عادية من غير أي حاجة، وبادوبهم وباسيبهم على جنب. هنا في حلة باجيب كيس الجيلي وباحط عليه معلقة من العسل، ويُفضّل عسل جلوكوز، يعني لو عندِك عسل جلوكوز حطي عسل جلوكوز، أنا ما كانش عندي فحطيت عسل نحل عادي. وبعد كده باحط عليهم نُص كوباية مَيّة مغلية، المَيّة لازم تكون مغلية. بادوّبهم بقى على النار، دلوقتي أنا مشغّلة الشعلة وبادوّبهم كويس جدًا على النار. بعد ما بيدوبوا باجيب معلقة الجيلاتين اللي أنا حطيت عليها ربع كوباية المَيّة وباحطهم عليها، وبافضل أقلّب على النار لغاية ما يغلي والخليط يتجانس مع بعضه وكل الحاجة اللي عندي بتدوب. بعد كده باصُبّهم في بولة عندي هنا علشان تبرد، وباشيل الوش بتاعهم، ضروري جدًا إن أنتِ تشيلي الوش بتاعهم. بعد كده أنا هاكلمِك وأنا شغّالة عن القوالب دي. أول قالب أنا شغّالة فيه، بُصّي الأول أنا باورّيكِ السرنجة. لو أنتِ ما عندكيش الآلة اللي إحنا بنستخدمها وإحنا شغّالين، تقدري تجيبي السرنجة وتشيلي البوز بتاعها اللي هو السِن الرفيّع ده، وتشتغلي بيها عادي جدًا زي ما أنتِ شايفة. وبعد ما بتخلّصي القالب كلّه بتجيبي منديل مطبخ، وبتبدئي تشيلي أي زوايد ممكن تكون وقعت منِّك، بتسيبيها تبرد بعد ما حطيتيها في القالب، وبعد كده بتحطيها في الفريزر لمدة 10 دقايق. عندِك القوالب دي أنا بافضّلها عن القالب الأولاني اللي أنا استخدمته، لإنه صغير جدًا مش حلو عندنا هنا خالص. بعد ما بنحط القوالب آآ معانا في الفريزر لمدة 10 دقايق بنجيب طبق، وضروري جدا إن احنا نفتح كيس تلاجة ونحطه على الطبق. ضروري جدا كيس التلاجة ده، واحنا شغالين هتعرفوا ليه هو ضروري. القالب ده أنا زي ما قلت لكم القالب شخصيا صغير جدا ما عجبنيش، أنا كنت لسه جايباه جديد. فعلشان كده أنا ما حبيتوش. تاني حاجة لإن الجيلاتين عندي كانت الكمية فيه قليلة، ما كنتش عارفة إن أنا أطلّعهم، لإن آآ الجيلاتين يعني ما خلّاهوش يمسك معايا بالشكل اللي أنا عايزاه، فبدأت إن أنا أجيب سكينة وأحاول إن أنا أطلّع. جيت هنا أهو زي ما أنتم شايفين استخدمت بقى معلقة ونُص، معلقة ونُص هو ده المقدار اللي هيطلّعه لِك بشكل كويس جدًا. الكيس وعليه معلقة عسل أبيض ويُفضّل عسل جلوكوز، وبعد كده نُص كوباية مَيّة مغلية، لازم تكون مغلية، بندوّبهم كويس، بنحطهم على النار، بنقلّبهم كويس جدًا لغاية ما المقادير تدوب معايا. بعد كده باجيب المعلقة ونُص جيلاتين اللي أنا دوّبتهم في ربع كوباية مَيّة. المقادير دي مهمة جدًا، ربع كوباية مَيّة ونُص كوباية مَيّة. بنقلّبهم مع بعض كويس جدًا على النار لغاية ما يغلوا، لازم يغلوا على النار. عايزة أقول لكم إن أنا شُفت ناس كتير بتعملهم من غير ما بتدوّبهم على النار، يعني في المَج كده أو البولة بيبدأوا يحطوا المَيّة المغلية على الجيلاتين، على السكر، على كل حاجة، مجرد إن هُم يحطوا المَيّة المغلية ويبدأوا إن هُم يشتغلوا، بس أنا عايزة أقول لكم ما بتدّيش نتيجة كويسة. لإن المقادير ما بتدوبش كويس، فعشان كده أنا بافضّل إن أنا أدوّبهم على النار علشان يدوبوا بشكل كويس جدًا. باجي هنا دلوقتي دي ال ده ال اللي ما كانش راضي يفِك معايا، أنا اضطريت إن أنا أحطّه في الفريزر يتلّج، سِبته لغاية ما يتلّج علشان أنا أقدر إن أنا أطلّعه من القوالب بتاعته.
هنا بقى ده شايفين بيطلع معايا بكل سهولة إزاي، ولا ماسك ولا أي حاجة ولا فيه بواقي منه بتتبقى في القالب السيليكون ولا أي حاجة، شايفين بيطلع بكل سهولة ليه؟ لإن مقدار الجيلاتين بتاعه كان كويس جدًا، وده القالب التاني، وعايزة أقول لكم إن أنا بافضّل القوالب اللي هي بتبقى شكل واحد، يعني مربعة، مدوّرة، على شكل قلب، دول أكتر 3 قوالب أنا باحبهم. عِدنا نفس الموضوع مع كل الأكياس اللي إحنا شغالين بيها. وعايزة أقول لكم إن ضروري جدًا إن أنتم تطلّعوا لمّا تطلّعوه من الفريزر ضروري جدًا إن أنتم لمّا تشيلوه تحطوه على كيس تلاجة، كيس التلاجة ده مهم جدًا، لإن أنتم لمّا بتطلّعوه بيبقى آآ لزج، بيلزق. ده طبيعة الجيلي، أنتِ لو بتجيبي جيلي عادي الأول هنا أنا الطبق ده أنا كنت دخّلته الفريزر يتلّج لإن ده اللي حصل فيه المشكلة يعني، وبعد كده باجيب سُكّر بودر وبارُشّه عليه يعني بُصّي السُكّر البودر ده سر من أسرار إن هو ما يخلّيهش يلزّق معاكِ. الجيلي بطبيعته إن هو بيلزّق، مادة الجيلاتين اللي إحنا بنحطها عليه مجرد إن هي بتخلّيه ما يكونش سايب، يجمد شوية، ولكن أمّا اللزوجة اللزق بتاعته أو بتفضل اللزوجة مستمرة بتاعته معاكِ، تحسّي إن هو بيلزّق. آآ أنا عايزة أعالج مشكلة إن هو ما يلزّقش، لإن أنتِ أساسًا هتيجي تحطيه على طبق صعب جدًا إن أنتِ تشيليه من على الطبق، لإنه لزق في الطبق، فعشان كده أنا باقول لِك ضروري جدًا تحطيه على كيس تلاجة، وبعد ما بنطلّع القالب كلّه بنجيب المصفى كده بنرُش عليه رشة سكر بودر، رشة السكر البودر ده هي اللي بتخلّيه ما يلزقش مع بعضه، وزي ما هاوريكم دلوقتي هاجيبهم وهاضغطهم على بعض ولا هيلزق ولا هيجرى له أي حاجة، وأنا كان ممكن إن أنا أشيل المقطع الأولاني بتاع أول كيس اللي حصل معايا فيه مشكلة، بس أنا ما رضيتش إن أنا أشيله علشان أوريكم إن لو حصل معاكم مشكلة تقدروا تعالجوها إزاي، مجرد إن أنتِ هتحطي القالب بس في الفريزر يتلج عشان إن أنتِ تقدري تطلعيه من القالب بسهولة، شايفين هنا؟ يعني أنا حبيت إن أنا أوريكم إزاي أنا باطلّعه بكل سهولة، لإن مقدار الجيلاتين مضبوط جدًا، بيطلع معايا بكل سهولة وما بيسيبش أي بواقي في القالب السيليكون نهائي. بعدها على طول باجيب السكر البودر وبارُشّه عليه، وده سر من أسرار نجاحه إن هو ما يلزقش، طبعًا أنا باشيل أهو من على الكيس ومن تحت ملزق لازق، ليه؟ لإن هو لسه من تحت ما اتحطش عليه سكر بودر، بمجرد ما باشيله بقى وبامزجهم كده مع بعض خلاص كله هياخد من السكر البودر وما عدتيش هتلاقيه بيلزق معاكِ خالص. أهو شوفي قلّبي، قلّبي مع بعض كده في الكيس، شُفتِ فايدة الكيس بيساعدِك إزاي؟ أهو شوفي، ولا بيلزق وكل واحدة سايبة التانية ولا أي حاجة. ده كده بعد ما الكمية كلّها خلصت معانا، يعني شوفي بس كل كيس عامل كمية قد إيه، الكمية دي أنتِ بتشتريها من برّه بكام، كل لون بنكهة مختلفة وبطعم مختلف. دلوقتي أنا هاوريكِ إزاي تقدري تعينيهم في التلاجة، بتجيبي كيس تلاجة وبتفتحيه خالص يبقى بالطول كده، وبعد كده بتجيبي العلبة اللي انتِ هتعيني فيها، العلبة طبعًا لازم تكون بغطا، بتحطي أول طبقة من تحت من الكيس وبترصي الكاندي بترصيه بالترتيب تملي أول طبقة، وبعد كده بتجيبي الكيس باقي الكيس معاكِ وتقلبيه زي ما هاوريكِ دلوقتي. أتمنى إن أهو شوفي بعد ما مليت أول طبقة باجيب الكيس وباتنيه وبابدأ إن أنا أحط الطبقة التانية وهكذا لغاية ما تملي العلبة كلها. أنا عايزة أقول لكم إن الكمية دي ما شاء الله عملت لي علبتين محترمين ب4 أكياس تكلفتهم مش أي حاجة خالص، وطريقة سهلة وممكن أي واحدة تقول طب وأنا ليه وجع الدماغ ده ما أنا ممكن أعمل الجيلي للعيال في الكوبايات وخلاص، ولكن الأطفال بيحبوا الشكل ده.
انتوا عارفين قد ايه الأطفال بيحبوا الأشكال دي وبيعشقوها وبتراضيهم، وبدل ما بتضطري ان انت تروحي تشتري الكيس ب30 جنيه يدوب فيه 15 واحدة بالظبط، لا شوفي انت عملتي كمية قد ايه. ويعني عايزة اقول لكم فرحوا ولادكم بحاجة بسيطة. وفي النهاية لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.